هو يعني ايه ست تعف جوزها؟ عشان لما نقول للستات عفي جوزك تروح دماغها للعلاقة الخاصة. العلاقة الخاصة طبعا من طرق العفاف، بس في حاجات تانية كتير ممكن انك تعفي بيها جوزك. اثر العفاف يعني ايه؟ كلمة العفاف يعني الاكتفاء. راجل عنده عفة يعني راجل مكتفي. يعني انا عندي عفة يعني انا مكتفي باللي عندي، مش بمد عيني على ست تانية، لا انا مكتفي بمراتي حلالي، مش بمد ايدي على فلوس حرام، انا مكتفي بالفلوس البسيطة اللي معايا. فراجل عفيف عنده عفة يعني مكتفي بحلاله، ما بيمدش ايده ولا عينه على حاجة مش بتاعته. طب انا كست ازاي اخلي جوزي كده عنده عفة وما يبصش لاي حاجة بره؟ حاجة بسيطة قوي، انك تعرفي احتياجاته ايه وتلبيها له، بس كده. لان المشكلة بقى اللي ستات كتير بتعملها انها ايه، بتلبي احتياجات جوزها على مزاجها هي. يعني هي ما بتسألش جوزها، هي بتشوف ان انا هعفك بالطريقة الفلانية بس خلاص انت مالكش اختيار. لا طبعا مهم ان انا افهم منه، لان العفة بتختلف من راجل للتاني. في راجل يقولك اكتر حاجة تديني العفة الست مظهرها جمالها، عايز الست اللي مهتمة بمنظرها وريحتها وشعرها والبرفان. في يقولك الكلمة الطيبة، في يقولك عايز ست تسمعني، مش عايز ألجأ ان انا احكي لزميلتي، انا عايز مراتي بعقلها كبير كده وتسمعني وتفهمني وتتشاور معايا، عايز احس اني مسموع، عايز احس اني متقدر، عايز عيال كتير، عايز اكل حلوه. كل واحد له طريقه العفه بتاعته، ما ينفعش ان انا افترض حاجه وافرضها عليك. لا انت ما تعفيهوش من وجهه نظرك انت. زي ست تروح تعمل لجوزها على الغدا اكله حمام محشي، يجي الراجل على الاكل يقول لها ايه، انا كان نفسي اكل طبق فول. تتجنن. انت بتقول ايه؟ فول ايه؟ انت مجنون؟ انت بتقارن الحمام بالفول؟ ده انا انت عارف الحمام بكام؟ دي اكله اي حد يتمناها. يا ستي انت بالك، هو بالنسبه له اكتر حاجه هتشبعه نفسه رايحه لطبق فول. هي دي الغلطه اللي ستات كتير بتعملها، انا هديك احلى حاجه، ده من وجهه نظرك انت. عشان كده لما بيجي الراجل يخون ولا يبص بره، الست بتتجنن تقول لك انا كنت عامله له كل حاجه. انت كنت عامله له بس من وجهه نظرك انت. انت عملتي الحاجه اللي انت عايزاها مش اللي هو عايزها. فما تستغربيش وتاخدي الموضوع لا ده الحمام اشيك من الفول. المهم هو عايز ايه. فدي اهم حاجه، انا ما افترضش احتياجاتك ايه، انا اسالك. وما اقيمهاش بناء عليا، انا اقيمها بناء على اللي انت محتاجه. واخر حاجه انك لما تعرفي احتياجه ما تسخريش او تستهزئي بيه. في ستات احتياجك العلاقه الخاصه، وانت ما بتزهقش وانت ما بتشبعش هتقعدي تتريقي وتستهزئي باحتياجه. ده كارثه، انت كده مش بتعفيه، انت كده بتكرهيه في الاحتياج ده من خلالك وتخليه يمشي يدور عليه بره. فخلي بالك.